ازيكم عاملين ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الأول وقبل أي حاجة صلوا على النبي. صلوا على النبي كده. خلي الأيام الجاية كده يبقى فيها بركة، عشان مش مبين لها ملامح. واحد بس عايز يعلق على حاجة بسيطة كده حصلت في اللجنة اللي النادي الأهلي مشكلها عشان يروح ياخد حق النادي الأهلي من اتحاد الكورة ومن لجنة الحكام ومن أوسكار ومن الحكم محمود وفا، عشان ننسي الجمهور صفقاتنا الفاشلة وفلوسنا اللي بتترمي في الارض، واللاعيبه اللي ندفع لها مرتبات وبتلعب في انديه تانية، والفشل الاداري في التخطيط ومشاكل كتير قوي جدا، والمدربين اللي بدفع لها مرتبات وهي نايمه في البيت، والمدرب اللي انا مش عارف امشيه عشان شرطه الجزائي، واللعيبه اللي بقت اكبر من الفريق، وي 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 الموسم ده بالتحديد، الموسم ده وده اللي احنا كزمالك بنقعد نفهمه للقطيع بتاع النادي الاحمر من زمان، ان مفيش حد مثالي، ان مفيش حد ماشي صح على طول. كلنا بنصيب وبنخطئ، احنا بشر في الاول وفي الاخر ما احناش ملايكه. فكونك انت مدعي المثاليه النادي او مدعي المثاليه الافراد، سيد عبد الحفيظ، الخطيب، الناس دي زي وزيك، زي ما بيعمل الصح بيعمل الغلط. بس يعني استغفر الله العظيم، فكره تأليه كل ما هو منوط بالنادي الاهلي، وتعلموا من النادي الاهلي وشوفوا النادي الاهلي، والاهلي راح والنادي الاهلي جه. النادي الاهلي راح ما جاش. النادي الاهلي بيصرف مليارات في الارض. طب على انا مش لاقي فلوس اصرفها اصلا، يعني انا مش معايا فلوس عشان اصرفها في الارض. يا ريت انا كان عندي رفاهيه ان انا اقعد ابدل مدرب واثنين والتاني وادفع مرتباتهم والقصه الحمضانه دي. يا ريت انا عندي مجلس اداره يعرف يوفر فلوس. اي نعم، هو مش بيعرف، مش هو اللي بيوفرها، بس ما علينا. يعني في بس كده، يعني في اتنين كده عايز اتكلم عليهم في اللجنه اللي النادي الاهلي مشكله مع ابو حفيظه عشان يروحوا ياخدوا حق النادي الاهلي. هو جمال جبر وناصر عباس. طيب، كابتن ناصر عباس اللي كابتن ناصر عباس مثلا من ساعه ما انا وعيت على الدنيا، هو كل اللي مهتم بيه او كل اللي هو عايز يعمله ان هو يثبت في العموم ان اي كوره اتحسبت على الاهلي غلط، وان اي كوره اتحسبت للاهلي صح. فالمفروض دوت اللي النادي الاهلي واخده يحكم. ده واحد. هو معلش هو مش كابتن، يعني استاذ جمال جبر دوت ده ماسك المجله، او ماسك يعني قناه، او ماسك الحاجه الاعلاميه بتاعت النادي الاهلي. طيب انت واخد واحد شهرته ان هو راجل اعلام، او راجل زي ما بيقولوا يعني مش عايز اقول كلمه تانية، يعني راجل مسيطر على صفحات، راجل من الاخر مجند لجان. واخده ليه؟ واخده عشان اخوف الناس دي، واخده عشان اخلي بتوع اتحاد الكوره اقول لهم بصوا، من الاخر كده انا عايز اطلع محمود وفا عبره، عشان اي حكم هيجي يلغي او يحسب اي حاجه ضد النادي الاهلي هطلعه مسرح. حرفيا هطلعه مسرح. هطلعه مسرح بلجان بتشتم فيه ليل نهار، وصفحات بتشتم فيه ليل نهار، وبتخوضه في عرضه وفي عرض ولاده، ده زملكاوي ده بتنجاناوي. يا عم ده كوره. يا عم ده كوره. يا حبيبي لو حد المفروض اللي انت بتعمله ده انا اللي اعمله. اللي اشتكي من الحكام ده انا، مش انت. انت فاهم الموضوع غلط. انت اللي معاك 45 دوري، مش انا. وصلت لك؟ انت اللي واخد افريقيا بنفس الطريقه. هنا ابو ريده اللي بقى كوخه دلوقتي، هنا ابو ريده ده اللي مظبطك في افريقيا بقى له سنين، وكان قبلها مراد فهمي. انا ما شفتش ليفل البجاحه ده في حياتي. ليفل البجاحه والوقاحه، ويعني بجد انتوا ناس لا تطاق. سرطان الكوره في مصر والنادي الاهلي. آفة الكرة المصرية والنادي الأهلي. وطبعا اتحاد الكرة والناس اللي ماسكة من الرابطة والشلة الكريمة اللي هي برضه مربوطة بالنادي الأهلي. يوم عن يوم بتثبتوا لي ان انا قراري صح، ان انا اشجع نادي الزمالك، وان انا فعلا بنقي انضف ما فيكم واشجعه، ان انا منتمي انضف حاجة فيكم. ربنا يعدي الايام دي على خير، عشان اللي الاهلي بيعمله جانا ثماره في مباراة سموحة في ضربة جزاء. الحكم شاهد ما شافش حاجة، والفار شاهد ما شافش حاجة.
فالمطلوب من كل زملكاوي ان احنا ندعي لفرقتنا ونركز مع فرقتنا، بس مش معنى ان احنا نركز مع فرقتنا ان احنا نسيب العك والقرف اللي بيحصل الناحيه التانيه، لان ده برضه بيرجع لفرقتنا. زي ما في فرقه ما كانش المفروض تبقى من السبعه الكبار، المفروض كانت تنافس على الهبوط، ومتجامله في مطوشه كتير، ثواني امليهم لك، الجونه وسموحه وعد وما تعدش، بتجامل في 15 نقطه صريحه. الاهلي واخد 15 نقطه صريحه بسبب الحكام، غير بقى النقطه اللي هي ايه، كان كسبان واحد فنظبط له النتيجه نخليها اتنين، بفاول مش فاول، ضربه جزاء مش ضربه جزاء. انا بكلمك اللي هي اخطاء تحكيميه، الاهلي كسب من خلال المباراه، او جمع منها نقط، او هرب من التعادل، او هرب من الخساره بفضل التحكيم. 15 نقطه، 15 نقطه يا ظلمه، 15 نقطه ضلاليه، 15 نقطه اللي انت عامل فيها دلوقتي حامل حمى وخايف على، وخايف على الكره المصريه ومنظر الكره المصريه. انت تخاف؟ اقول لك المثل بيقول الناس يعني مش عارف اقول ايه، مش عايز اقول، لا بلاش. بجد حسبي الله ونعم الوكيل، بجد من كل قلبي حسبي الله ونعم الوكيل. انتوا يعني بتفكروني بدولة الاحتلال، بيقتل ويقول لك اصل هو اللي ضربني الاول، بيظلم ويقول لك اصل انا اللي ظلمت الاول، بياخد حق مش حقه ويقول لك اصل انا كنت هنا الاول والمفروض دي بتاعتي. ويوم ما اللي قصاده يفكر بس يقول يا حقي، بصوا بيعلي صوته وجع لي ودني، انا عايز حقي منه. سلام عليكم.